مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائيات الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع الأمم المتحدة للسلام والأمن. تشييد مشروع مياه الشرب بغوريتات. إجراء عمليات جراحية للشفاه واللثة في كرن. سهل العاجة السعيد السيطرة على آخر القواعد الفرنسية في البلاد. روسيا تتهم أمريكا بإذكاء التوتر بسبب تجربة صاروخية. لافروف يجري محادثات مع بعض من نظرائه في مدينة جوهانسبرغ. أهلا بكم إلى التفاصيل. ألقى وفد إريتريا كلمة أمام المناقشة المفتوحة لجدول أعمال الحفاظ على السلام والأمن الدوليين لمجلس الأمن الدولي في نيويورك المنعقد في 20 من فبراير، توضح الرأي وموقف إريتريا بشأن النظام التعددي وتجديد وتحسين الإدارة العالمية. وأكد مسؤول الشؤون التنفيذية بسفارة الإريتريا لدى الأمم المتحدة السيد مانويل جورجو في كلمته أوضع أهمية القضية وخطورة التحديات الدولية المقبلة، وشدد على أهمية الحوار لتطوير التعددية إلى نظام حقيقي يخدم الجميع، والذي شهد خللا بسبب سنوات من السياسات السيئة والصراعات الجيوسياسية المتزايدة. وقال مندوب إريتريا إن أزمة التعددية ليست جديدة، مضيفا أنها نتيجة الاستغلال والإكراه وازدواجية المعايير. وقال إنه خلال 30 عاما الماضية تم تدمير حياة عدد لا يحصى من الأشخاص بسبب الأساليب الاستعمارية التي تخدم الأقلية. وأضاف أن القيود والمضايقات والتدخلات العسكرية وإدارة الأزمات حلت محل مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن التدابير القسرية غير القانونية استخدمت كعقوبة لأولئك الذين يناضلون من أجل سيادتهم وحريتهم. وشدد على أنه يجب تفكيك هياكل السلطة القديمة هذه إذا أردنا أن يكون النظام التعددي فعالا وذو مصداقية. وخلص إلى أن إريتريا ظلت ضحية الحرمان من حقها في الاستقلال من قبل قوى خارجية لعقود من الزمن، وتعرضت لصراعات مفتعلة وعقوبات ظالمة لعرقلة سلامتها وتقدمها، غير أن ذلك لم يمنعها من الحفاظ على السلام والاستقرار في هذا الإقليم المضطرب. وشدد على أهمية أن تعمل الدول بوحدة وإصرار وصمود وصداقة من أجل إقامة نظام دولي يضمن السلام والاستقرار. تم تشييد مشروع مياه الشرب غوريتات التابعة لمديرية سرجاء الذي كلف أكثر من 2,000,000 ناقة اليوم 22 من فبراير. يشمل المشروع نظام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء و3 نقاط توزيع للمياه وخزان بسعة 150 برميل و2486 متر من أنابيب مد المياه ضمن الشبكة. وشكر مدير إدارة غوريتات السيد إيوب فسها في حفل افتتاح كل المؤسسات التي شاركت في هذا العمل من إدارة الإقليم الأوسط وقسم هيئة المياه وبرنامج مشاريع الدهلو وشركة هاوكان لحفر الآبار وإدارة المديرية بشكل مباشر، موضحا الصعوبات التي ظلت تواجههم قبل بدء العمل على هذا المشروع. وحث مديرية سرجاء السيد كفل مريم قبر مسكال المواطنين للاستعمال الصالح للحفاظ على المشروع ومرافقه. وناشد مسؤول فرع المياه بالإقليم الأوسط السيد قرماي تخلاب كل فئات المجتمع للمحافظة على المشروع الذي تطلب الكثير من الموارد والجهد لإنشائه، مهنئا المواطنين لحصولهم لهذه الخدمة الأساسية. وذكر ممثل قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد أسرات حيلة أهمية الحفاظ على المشاريع التي تقام بمختلف القرى التي تم إنشاؤها بمبالغ هائلة لضمان استدامة هذه الخدمات. تقع منطقة غوريتات على بعد حوالي 30 كيلومتر من أسمرة وتسكن فيها 353 أسرة.
أعلن مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة في التقييم الذي أجراه يوم 21 من فبراير، أعلن تواصل الجهود لضمان الرعاية الاجتماعية في الإقليم. وأوضح مسؤول المكتب السيد تخسي زرعاي في التقرير الذي قدمه أن القضاء على زواج القاصرات ودراسة الوضع الاقتصادي لأسر الشهداء وأبناء الشهداء وتعزيز الدعم والمساهمة المجتمعية ومحاربة المكيفات والعادات الضارة وتحديد الأطفال الفقراء وكبار السن والأسر الفقيرة التي ترعاها المرأة تمنح الاهتمام الخاص. وذكر تقديم حوالي 26 مليون نقف لأسر الشهداء عام 2024 وتأهيل 17 أسرة فقيرة في مناطق حمل مالو وعتكرزان وحلحل وقلب وكرن وعلى برعد بمبلغ مالي 10,000 نقف لكل منها، وكذلك مساعدة 895 أسرة فقيرة في تنظيف مزارعها من الحشائش الضارة والحصاد وبناء وترميم المنازل ودعم الطلاب باللوازم الدراسية والدعم المالي. وأشار إلى مراقبة القصور في 840 مؤسسة ومعاقبتها من التعذير إلى الغرامة المالية. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة العقيد تسفاسون كرماي إن القضاء على ختان الإناث وزيادة معدل الولادة في المرافق الصحية كان من بين الأنشطة التي تم تنفيذها على المستوى الإقليمي، ونتيجة لذلك أعلنت مديريات على برعد وقلب وحمل مالو وكرن خلوها من ختان الإناث. وأوضحت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة الأولقبراب أن ضمان الرعاية الاجتماعية للمواطنين هو أحد البرامج الرئيسية للحكومة، ودعت إلى إجراء بحث ومعلومات دقيقة عن الوضع الحالي لأسر الشهداء وأبناء الشهداء والعمل في إعادة القروض المقدمة بدون فوائد لتحسين معيشة المعاقين. أجريت عملية جراحية لمواطنين يعانون من مشاكل صحية طبيعية في الشفاه وسقف الحلق في مستشفى كرن الإقليمي المرجعي في الفترة من 11 إلى 21 من فبراير بالتنسيق مع وزارة الصحة وفريق من الأطباء الأجانب. وقال المدير الطبي لمستشفى كرن الإقليمي المرجعي الدكتور يافيت حيلي ميكائيل لوكالة إرينا أن الهدف هو توسيع الخدمات الجراحية التي اقتصرت على مستشفى حليبة المرجعية الوطني لتشمل مستشفيات الإحالة الإقليمية. وأوضح أن الفتحات الطبيعية في الشفاه والحلق كانت من بين المشاكل الصحية ذات الأولوية التي تناولتها الحملة، مضيفا أنه تم إجراء عمليات جراحية أيضا للمصابين بأمراض اللثة فضلا عن التشنجات العضلية وغيرها من المشاكل. وذكر تسجيل أكثر من 900 مواطن من خلال المؤسسات الصحية في جميع المناطق قبل القيام بالعمليات الجراحية ليستفيد 130 منهم من العمليات بعد إجراء التقييم المناسب. ودعا الدكتور يافيت المواطنين على الإسراع في العلاج في مثل هذه الحالات الطبيعية. وقالت الدكتورة سمية إبراهيم إن دور المهنيين المواطنين في الحملة كانت كبيرة وساعدتهم في تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرة. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فريق إقليم عنسبة معرضا للكتب لأول مرة في مديرية عتكرزان تحت شعار لننمي أندية القراءة والابتكار. وأوضح مسؤول الفرع السيد عزازي برخة في افتتاح المعرض في 21 من فبراير أن أسبوع الكتاب ظل ينظم ل4 سنوات متتالية في مديرية كرم فقط، وقد نظم في مديرية عتكرزان ضمن البرنامج الموضوع لاستفادة المديريات الأخرى. ودعا إلى استفادة الطلاب والمجتمع عامة من المعرض مشيدا بكل المساهمين لإنجاحه. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية عتكرزان السيد نرأيو رزاني القيام باستعدادات كبيرة بالتعاون مع الشركاء لتنظيم معرض الكتب. يضم المعرض كتب في التاريخ والفلسفة وكتب أكاديمية وتباع بأسعار منخفضة. وأشار الزائرون للمعرض إلى دوره في تنشيط ثقافة القراءة مشيدين بتنظيمه في مديريتهم. هذا وسيتم تنظيم المعرض في مديريات على برعد وحقات وكرن حتى 2 من مارس. تلقى مزارعون نموذجيون دورة تدريبية للمدربين يوم 19 فبراير في عدغية حول إعداد السماد الطبيعي.
وأوضحت مسؤولة وقاية النباتات في مكتب الزراعة في مدينة الضريح مونتازا سيمون أن الهدف من التدريب هو زيادة معرفة المزارعين بالأسمدة الطبيعية لتجنب آثار الأسمدة الحديثة ولحماية التربة وصحة النبات. وقالت أن الأسمدة الطبيعية غير مكلفة ومفضلة للسلامة والصحة البيئية. سيقوم المزارعون النموذجيون بتدريب المزارعين الآخرين. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. تولى الساحل العاجي رسميا السيطرة على آخر قاعدة عسكرية فرنسية في البلاد في خطوة تعكس تقلص الوجود العسكري لباريس في غرب أفريقيا. وأكد وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان لوكورنو أن نحو 80 جنديا فرنسيا سيبقون في البلاد لتقديم المشورة وتدريب جيش ساحل العاج، مشددا على أن فرنسا تعيد تشكيل وجودها لكنها لا تختفي. وخلال مراسم التسليم أوضح وزير الدفاع العاجي تيني براهيما وترى أن القاعدة ستحمل اسم الجنرال الراحل توماس داكوين أول رئيس للأركان في هذا البلد. وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات متزايدة من دول غرب أفريقيا بإنهاء الوجود العسكري الفرنسي، حيث شهدت المنطقة سلسلة من القرارات بطرد القوات الفرنسية. ويرى محللون أن الانسحاب الفرنسي يعكس تحولا أوسع في علاقة باريس بدول غرب أفريقيا وسط تصاعد المشاعر المناهضة لفرنسا. ذكرت وكالة تاس للأنباء أن روسيا اتهمت الولايات المتحدة بإذكاء التوتر العسكري باختبارها صاروخ كروز أطلقته من البر، لكنها قالت إنها لن تنجرف إلى سباق تسلح. كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد قالت إنها اختبرت صاروخ كروز تقليديا وإنه نجح في إصابة هدفه بعد ما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر في أول تجربة من نوعها بعد ما انسحبت الولايات المتحدة هذا الشهر من معاهدة نووية مهمة أبرمت خلال فترة الحرب الباردة. وانسحبت واشنطن رسميا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا في 2 أغسطس، متهمة إياها بانتهاك المعاهدة وهو ما نفاه الكرملين. وكانت المعاهدة لتمنع التجربة الصاروخية الأمريكية. وكانت أيضا المعاهدة تحظر الصواريخ المنشورة على البر ويتراوح مداها بين 500 و 5500 كيلومتر، مما حد من قدرة البلدين على شن ضربة نووية خلال مهلة قصيرة. قالت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقد اجتماعا مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة ال20 في جنوب أفريقيا. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية أكبر الصادات مجموعة ال20 في جنوب أفريقيا وسط توترات بين الأعضاء بشأن حرب أوكرانيا والنزاعات التجارية وغياب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بسبب خلاف مع المضيفين. وغالبا ما تكافح دول مجموعة ال20 التي تمثل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و3/4 التجارة للتوصل إلى اتفاق، لكن الخلافات الجيوسياسية جعلتها أكثر انقساما من أي وقت مضى. بعد أكثر من 120 عاما هولندا تسلم نيجيريا 119 قطعة فنية مسروقة بعد سنوات من النقاشات والضغوطات الدولية. أعاد المتحف الهولندي العالمي في مدينة لايدن 119 قطعة فنية من تماثيل بنين البرونزية المسروقة إلى نيجيريا. هذه التماثيل التي تضم آلاف الألواح المعدنية، والتماثيل كانت قد زينت قصر الملك في مملكة بنين في غرب أفريقيا قبل أن تسرق من قبل البريطانيين في عام 1897 خلال عملية نهب دموية. وتم توقيع اتفاقية إعادة القطعة الفنية في المتحف الهولندي ليسجل هذا الحدث كأول عملية لإعادة الفن المسروق إلى نيجيريا من هولندا.
وتعتبر هذه أكبر عملية لإعادة فن استعمار مسروق منذ عام 1897. ويعتبر المتحف الهولندي ويرليدوموزيوم من أبرز المتاحف التي أعادت أكثر من 1000 قطعة فنية إلى دول مختلفة حول العالم، على الرغم من أنه لا يزال يحتفظ بأكثر من نصف مليون قطعة تم الحصول عليها بطرق قانونية. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع الأمم المتحدة للسلام والأمن. تشييد مشروع مياه الشرب بمنطقة غوريتات. إجراء عمليات جراحية للشفاه واللثة في كرن. ساحل العاج تستعيد السيطرة على آخر القواعد الفرنسية في البلاد. روسيا تتهم أمريكا بإذكاء التوتر بسبب تجربة صاروخية. ولافروف يجري محادثات مع بعض من نظرائه في مدينة جوهانسبرغ. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.